العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 3 مواطنين بكورونا اليوم. دعوة لتعزيز دور المجتمع للدفع بالتعليم. سيمينار تنويري عن العمل المالي الموحد في مديريات الإقليم الأوسط. المجلس العسكري في بوركينا فاسو يحدد الفترة الانتقالية ب3 سنوات. باريس تشدد على ضرورة ملحة لاختتام المحادثات النووية الإيرانية. مخاطر التغير المناخي تهدد نصف سكان العالم. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 3 مواطنين من جندع وبيا جدة ومعسكر دندن بمرض كورونا. في غضون ذلك شفي 3 مرضى من الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9704، شفي منهم 9597 وتوفي 103 مريضا، فيما لا يزال 4 مرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة الأول من مارس 2022. دعا مكتب التعليم في مديرية تسني لتعزيز دور المجتمع للدفع بجهود تطوير التعليم. وأوضح مسؤول المكتب السيد رافائيل كفلا-قرقيش في التقرير الذي قدمه في الاجتماع الذي حضره مدراء الضواحي ولجان الآباء والمعلمين وعمال المؤسسات الحكومية نتائج الامتحانات النصف السنوية للمراحل التعليمية الثلاثة. وأشار إلى ارتفاع مشاركة الإناث في التعليم وتحقيق الطلاب نتائج مرضية في امتحانات الشهادة الوطنية. وذكر فتح مدرستين في ضاحيتي فانكو وعد عمر لتوسيع خدمات التعليم، بالرغم من ذلك فإن مشاركة الطلاب متدنية، ويجب على إدارات الضواحي تعزيز دورها والاهتمام لصيانة البنى التحتية والأثاثات المدرسية. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم القاش بركة الأستاذ محمد علي إبراهيم تقوية كفاءة التعليم وتحقيق المشاركة المتساوية للمجتمع في التعليم وإرساء رياض الأطفال من أولويات العمل. ودعا مدير مديرية تسني السيد سيوم جبر إيوسوس القيام بعمل تعبوي مكثف لرفع المشاركة في التعليم في الضواحي. ونادى الاجتماع لفتح مكتبة ومكتب لجمعية المعلمين في مدينة تسني وبناء سور للمدارس التي ليس فيها. وتوجد في مديرية تسني 26 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية تستقبل أكثر من 22 ألف طالب. عقدت إدارة الإقليم الأوسط سيمينار يوم 28 من فبراير المنصرم لإدارات مديريات 4 أسمرة وقجرات وقدايف وتطرات وأخرية وباراديزو حول تعليمات العمل المالي الموحد في القرى. وأوضح المدير العام للإدارة والمالية في الإقليم السيد تكي قلتا أن الهدف من هذه الإجراءات هو جعل الأموال التي تستخرجها القرى لتنميتها تصرف بفواتير ووضعها في حساب بنكي، وطبع الفواتير بمعرفة إدارة الإقليم وتقديم تقارير إدارة الإقليم بشأن الإيرادات والمنصرفات. وقدم أعضاء المراجعة العامة توضيحا في السيمينار حول إدارة الحسابات ونقل الأموال والأعمال الرقابية. أوضح المشاركون في السيمينار أن التنوير المقدم يساعد في عملهم. أفاد المركز الصحي في قلوج بأن بناء 3 قرى في انتظار الحوامل بمساهمة السكان ووزارة الصحة والاتحاد الوطني للمرأة والجيش الشعبي بكلفة أكثر من نصف مليون نقفة ساهم كثيرا لضمان صحة الأمهات والأطفال. وقال مسؤول المركز الصحي السيد تخلى زوانجل أن جهود تبذل لضمان صحة المواطنين عامة والأمهات والأطفال خاصة، ويسهم بناء قرى في انتظار بدور مرض في هذا الصدد. وأشار مسؤول الخدمات الصحية في مديرية قلوج السيد جيلاي موسازجي
إلى تقديم الخدمات الصحية للقرى البعيدة عن المركز الصحي عبر وكلاء الصحة الريفية. وذكر بأن الولادة في المؤسسات الصحية تبلغ 40% فقط من الحوامل المراجعات للمركز الصحي، داعيا المجتمع والجهات الحكومية والاتحادات الوطنية لتعزيز التعاون لرفع النسبة. تبرع الإريتريون المقيمون في مختلف المدن الإيطالية 250,650 يورو لإنجاح برامج التصدي. من ناحية ثانية، عقد فروع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في إيطاليا اجتماعها نصف السنوي الشهر الماضي، شاركت فيه عبر الفيديو الافتراضي الجهات الإدارية من عدة مدن إيطالية. وقدم سفير إريتريا في إيطاليا سيد فيساتيان بيتروس توضيحا في الاجتماع حول الأوضاع في البلاد والمهام المرحلية. وأكدت رئيسة فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في إيطاليا نيغستيت أجاي عضوات الاتحاد على استعداد كعهدهن دائما لإنجاح برامج التصدي الوطنية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. وقع رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو منذ الإطاحة بالرئيس روك مارك كريستيان في 24 من يناير وثيقة دستورية حدد بموجبها الفترة الانتقالية في البلاد ب3 سنوات تعود في نهايتها إلى النظام الدستوري. ونصت الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية على أن مدة المرحلة الانتقالية حددت ب36 شهرا تبدأ من تاريخ تنصيب رئيس المرحلة الانتقالية. ووقع رئيس المجلس العسكري هذه الوثيقة الدستورية في نهاية جلسات نقاش وطنية شاركت فيها القوى الحية في البلاد. وعلى قرار مالي والنيجر تغرق بوركينا فاسو منذ العام 2015 في دوامة عنف منسوبة إلى حركات جهادية مرتبطة بالقاعدة وبتنظيم الدولة الإسلامية أدت إلى أكثر من 2000 قتيل في البلاد وإلى نزوح 1.5 مليون شخص على الأقل. شددت فرنسا على الضرورة الملحة لأن تثمر المفاوضات الجارية في فيينا بين إيران والدول الكبرى حول البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية اتفاقا هذا الأسبوع. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن هناك ضرورة ملحة لاختتام المحادثات هذا الأسبوع. وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري إلى فيينا لمواصلة المحادثات النووية الإيرانية مع القوى الكبرى. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن الدول الغربية لم تتخذ بعد القرارات السياسية التي تتيح إنجاز المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي. وتجري إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق العام 2015 أي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا مباحثات في فيينا لإحياء التفاهم الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه العام 2018. حذرت الأمم المتحدة من أن نصف سكان العالم يجدون أنفسهم في موقع ضعف شديد حيال التداعيات القاسية والمتزايدة للتغيير المناخي، فيما قد يقلص عدم التحرك للمسؤولين الفرص الضئيلة لقيام مستقبل قابل للعيش على الأرض. ويرسم التقرير الجديد لخبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ صورة قائمة لا بأس فيها تظهر أن تداعيات الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري باتت واقعا يشعر به من الآن. فمع موجات الجفاف والغيظ والفيضانات والحرائق وانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه والأمراض وارتفاع مستوى المياه، يجد
3.3 إلى 3.6 مليارات شخص، أي نحو نصف سكان العالم أنفسهم، في وضع ضعف شديد، على ما جاء في الملخص الموجه لوضعي السياسات لتقرير يقع في آلاف الصفحات تفاوضت بشأنه الدول 195 الأعضاء في جلسات مغلقة عبر الإنترنت استمرت أسبوعين، واضطرت إلى تمديدها 24 ساعة إضافية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: اطلعت على الكثير من التقارير العلمية في حياتي، لكن لا شيء يقارن بالتقرير الحالي، واصفا إياها بأنه مجلد يفند المعاناة البشرية ويشكل اهتماما حيال فشل القادة في مكافحة التغيرات البيئية. في الختام، اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء في هذه النشرة. إصابة 3 مواطنين بكورونا اليوم. دعوة لتعزيز دور المجتمع للدفع بالتعليم. سيمينار تنويري عن العمل المالي الموحد في مديريات الإقليم الأوسط. المجلس العسكري في بوركينا فاسو يحدد الفترة الانتقالية ب3 سنوات. باريس تشدد على ضرورة ملحة لاختتام المحادثات النووية الإيرانية. مخاطر تغير المناخ تهدد نصف سكان العالم. ختام النشرة قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، كنت معكم فيها حنان عمر جيلاني. إلى اللقاء.